حبايب قلبي، أنا دائما أقول لمرضى السكر توكل على الله عز وجل وتفاءل خير بالمستقبل، لأنه فعلا اللهم لك الحمد العلم قاعد يتطور بشكل كبير في علاجات مرضى السكر. هذا يا جماعة الخير من آخر ما توصلوا له الآن العلم في علاج مرضى السكر من النوع الأول اللي هي مضخات مغلقة الحلقة. أنا حاليا أستخدم مضخة التاندوم ومربوطة معي بحساس الديكسكوم لقياس السكر. وش الفائدة من الربط هذا؟ أو خلوني أشرح لك إيش معنى مضخة مغلقة الحلقة. شوفوا يا جماعة الخير، الآن هذه فيها الأنسولين، هذه أنا أعبي فيها الأنسولين ومربوطة بالجسم عندي. ترى ربط يعني تدخيل أداة تشريب ما ياخذ منك ولا 3-4 دقائق، بسيط جدا وسهل جدا تركيبه. فعشان بس ما تحس الموضوع معقد، ترى بسيط تمام. هذه أخذ فيها أنسولين، وعندي حساس سكر الديكسكوم يقيس السكر. وش معنى مضخة مغلقة الحلقة؟ الحساس الديكسكوم يرسل إشعار إلى المضخة إنه سكر حسان الآن 118، ناظر الساعة 6:15، حنا آخر العصر الآن 118 تمام. لو بدأ ينزل السكر قبل النزول قبله ب20 دقيقة يرسل تنبيه الديكسكوم للمضخة إنه وقفي ضخ أنسولين، لا تضخين أنسولين، فيوقف ضخ الأنسولين فيتعادل معي السكر. ولو ارتفع السكر فوق ال200 يرسل الديكسكوم إشعار، طبعا يعطيك تنبيه من قبل، لا تعدى 180 يعطيك تنبيه، بس لا تعدى 200 يعطي إشعار إنه ارسلي جرعة تصحيحية، فتبدأ تصحح له وتعطيك تنبيه إنه اشرب ماء إذا أنت تبغى تزيد الجرعة التصحيحية. فصاير اللهم لك الحمد كأنها جزء من البنكرياس الصناعي. طيب يا جماعة الخير، أنا لي 2 سنين، هذا ثاني رمضان مع مضخة مغلقة النظام، اللهم لك الحمد. يعني ما قد مر علي رمضان ما أفطرت فيه من انخفاضات السكر إلا رمضان الماضي وهذا الرمضان، فاللهم لك الحمد فرقت معي. بشرح لك شيء. شوف اليوم الصباح طالع أنا والشباب نخلص شغل، طبعا انظر شوفوا السكر هذا خلال مثلا 6 ساعات، اللهم لك الحمد. لاحظوا شوف الانتظام، اللهم لك الحمد. لاحظوا هذا وش فيه هنا كان فيه انخفاض. متى هذا تتوقعون؟ هذا أول الصباح اليوم يا حسان، أول الصباح ما أفطرت. إي نعم ما أفطرت. تدرون ليش يا جماعة الخير؟ خلوني أوريكم. نظر اللهم لك الحمد كيف الانتظام. أول الصباح ليش ما أفطرت؟ طلع إنه الشباب نمشي فنزل سكري لأنه قاعدين نتحرك. المضخة أساسا قبل ينزل سكر موقفة ضخ أنسولين، هي من نفسها وقفت. فبعد ما مر وقت بسيط بدأ يرتفع السكر مرة ثانية. أمس نفس الفكرة، قالوا لي الشباب بعد افطر. أمس قالوا حسن افطر أنت ما تسحر زين، كنت ما تسحر زين. قلت لهم ما عليكم، رحت انسدحت شوي بالديوانية، بعدها بشوي بدأ يرتفع السكر فدخل بالمعدل الطبيعي. فاللهم لك الحمد مضخة مغلقة النظام التاندوم الآن مع ديكسكوم صارت توقف ضخ الأنسولين قبل الانخفاض، فتضبط السكر بعد الله عز وجل. فدائما أقول تفائل، لأن الله عز وجل لأن العلم قاعد يتطور بشكل كبير، والله عز وجل لطيف بنا، ألطف بنا من أمهاتنا.